أول انترفيو لهاني كان قاعد قدام صافي بيحاول يبان إنه واثق جدا من نفسه. بدأت صافي تتكلم بنبرة رسمية بس مبالغ فيها شوية. هاي هاني، السي في بتاعك very catchy، بس احنا هنا مش بندور على موظف، احنا بندور على سوبر هيرو إن ياكل الكود ويرجع داتا. فهاني ضحك كده وبص لها بثقة وقال: تمام يا فندم، أنا أصلا عندي خبرة 5 سنين في تحليل البيانات. قطعته صافي بسرعة جدا وقالت له: استنى، سيبك من موضوع الخبرة ده اولد سكول. قول لي يا هاني، لو انت راوتر والنت قطع في مصر كلها هتحس بإيه؟ بص لها هاني باستغراب كده وقال لها: لو انا راوتر؟ آه, انا كده جماد يا فندم، فاكيد ما عنديش مشاعر. رفعت صافي حاجبها كده وبصت له وقالت: إجابة باردة. وقامت كاتبة: يفتقر للذكاء العاطفي مع الأجهزة. كملت صافي وقالت: طيب، خلينا في سؤال تاني. تخيل إن الإكسل شيت قرر يسيبك ويروح يشتغل مع محاسب تاني، هترجعه إزاي؟ فبص لها هاني باستغراب كده قال لها: إكسل شيت؟ أرجعه إزاي؟ ده إيه؟ ده ملف يا فندم، يعني كل اللي هعمله إن هعمل كوبي من النسخة اللي عندي وخلاص. بصت كده صافي مصدومة وقالت له: بالبساطة دي؟ فين التمسك بالعشرة يا هاني؟ لا 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 لا، في حاجة غلط كده. فين اللويالتي؟ احنا هنا وان فاميلي، فاهم يا هاني؟ سكت هاني وهو بيتحاول يتملك نفسه وقال: يا أستاذة صافي، دي شوية أرقام، والأرقام لا بتجري ولا بتخون ولا بتغش. سكتت صافي ورجعت بصت له بتركيز شديد كده وقالت له: طيب طيب، خلينا في سؤال كريتيكال شوية. لو أنا طلبت منك تقرير عن أرباح الشركة سنة 2030 هتعمله إزاي؟ فهاني بص لها قال لها: 2030 ايه يا فندم؟ احنا اصلا لسه في 2026، اجيب بيانات المستقبل دي منين؟ صافي بترد بثقة غريبة جدا وتقول: على فكرة دي مشكلتك، الموظف الكرييتيف هو اللي بيخترع الداتا قبل ما تحصل اصلا، ولا انت ما عندكش كريستال بول في بيتك؟ هاني بيرد وهو بيفقد اعصابه خلاص: لا والله يا فندم، عندي هون في المطبخ، ينفع؟ ترد صافي بنفس الجدية وبنفس الثقة: والله لو التراسونيك ممكن نفكر. وبعدين كملت بنفس الجدية: طيب، آخر سؤال، اضحك ضحكة ديجيتال. بص لها هاني كده بهبل كده وقال لها: اللهم طولك يا روح، يعني ايه يا فندم ضحكة ديجيتال؟ ردت صافي بثقة وهي بتتكلم: يعني تضحك كده زي 010101. هاني سكت وقام واقف فجأة كده وقال لها: اه، انا كده فهمت، انا فهمت شركتكم ليه اسهمها في النازل. يا فندم انتوا مش محتاجين موظفين، انتوا محتاجين دكتور نفسي وشريط دواء مهدئ. وسابها ومشي. صافي نادت عليه: يا هاني، استنى، استنى يا هاني، يا هاني البرفورمانس بتاعك في الانهيار العصبي كان اميزنج، احنا محتاجين حد زيك اصلا في قسم شكاوي العملاء. هاني رد عليها من بعيد وقال: يا فندم انا هروح افتح عربيه كبده، اصل الكبده واضحه، يا مستويه يا نيه، لا فيها 01 ولا فيها اضحك ضحكه ديجيتال. وقام سايبها وماشي. صافي بصت للتابلت وقالت: سيستم ايرور، يا خساره، مستر هاني عايز ريبوت.